من امام مركز شباب مدينه سوريس في النورس في المرحله الثانيه للاستفتاء على مشروع دستور الجديد. معنا دكتور محمد ابراهيم امين حزب النور مركز النورس. تعرف على حضرتك النهارده من خلال متابعتك الاجواء الاستفتاء النهارده، ايه الاخبار؟ والله الحمد لله رب العالمين، في اقبال كويس جدا، في زحمه على اغلب اللجان، اقبال كثيف جدا، ولكن هي المشكله اللي بتواجهنا ان عدد اللجان قليل، ففي تكدس شديد عليها. يعني مدرسة الراضي في لجنتين بس، في لجنة منهم اللي هي لجنة 21 اللي شغالة، دي لجنة حريم. الطابور بيمتد إلى حوالي 150 أو 200 متر، فطبعا الناس في ناس من كبار السن بيزهقوا يمشوا. الشهيد، لجنة الشهيد فيها لجنة 24 و 25. 24 دي لجنة رجال، دي عليها زحمه برضو، الطابور بيمتد حوالي 100 متر، بس يعني في اقبال واصرار من الناخبين على ان هو يطلب اصواتهم. المشكله عفوا، المشكله بس ان النهارده بطبيعه البلد ده السوق الاسبوعي اللي في النورس، فيعني متوقع كمان ان شاء الله من بعد العصر الاقبال يزيد اكتر. يعني الفتره اللي متوقع ان يبقى فيها كثافه اعلى بكتير من دلوقتي فتره ما بين من بعد العصر لغايه انتهاء فتره التصويت ان شاء الله. طيب بالنسبه للحزب هنا في النورس، هل رصدتم اي تجاوزات او اي مخالفات؟ لا، ما فيش تجاوزات بفضل الله تعالى، الامور ماشيه في هدوء تام، والناس الحمد لله فاهمه وواعيه كويس قوي. والفتره الزخم اللي فاتت ديت نتج عنها ان كل الناس حتى بيعرف يقرا وما بيعرفش يقرا، على عكس المتوقع بقى عارف هو جاي وعارف يقول ايه. يعني احتماليه توجيه الناخب من امام مقر اللجان بقت ضعيفه جدا. الناس فهمت كويس قوي، والناس عرفت، وكل واحد خد قراره وجاي ينفذه، والحمد لله رب العالمين الامور ماشيه باذن الله في اتجاه الموافقه على الدستور. اخيرا، توقع حضرتك للنتيجه العامه الاجماليه لمصر؟ والله انا مش هقول توقع، اقول تمني. اتمنى بفضل الله سبحانه وتعالى ان احنا ان شاء الله الفيوم نطلع فوق ال 80% ان شاء الله رب العالمين. النتيجه العامه اتمنى ان هي باي حال من الاحوال ما تقلش عن 70%، وده مش مستحيل ان شاء الله بفضل من الله سبحانه وتعالى، وبحسن ظن بالله هتكون 70% ان ما كانتش اكتر ان شاء الله. شكرا يا دكتور. العفو.